السلام عليكم وفيديو جديد من أجمد 11 الساعة 11. الفيديو اللي قبل اللي فات كان مين؟ كان منتخب مصر. والفيديو اللي بعد كده كان مين؟ كان ريال مدريد. دلوقتي جه الفيديو على مين؟ النادي الأهلي. هختار أجمد 11 في تاريخ النادي الأهلي آخر 30 سنة. معلش والنبي أنا لازم أكرر عليها كل مرة دي، آخر 30 سنة. مش هنرغي كتير، يلا بينا نبدأ. في حراسة المرمى طبعا كالعادة مفيش أي نقاش على مين؟ عصام الحضري. حتى لو كان كل اللي هو عمله هرب عمل، برضو لازم يكون معانا عصام الحضري. ناحية اليمين أعتقد برضو إن محدش يختلف معايا على أحمد فتحي. في ناس هتقول لي يا عم ياسر ريان، يا عم ياسر رضوان. دور كده على الاستمرارية وعلى العطاء الأكبر وعلى البطولات هتلاقي أحمد فتحي. الاتنين مساكين طبعا. رقم واحد وائل جمعة، وكمان انا شايف عشان اخليه التشكيله متوازنه حطيت معاه لعيب كوره. هتقول لي مين؟ ابراهيم سعيد؟ هقول لك لا، حطيت محمد عبد المنعم. لان ابراهيم سعيد خلي بالك كان نجم كبير قوي، بس في الاهلي ما اداش فترات طويله، وفي حاجات كتير قوي مع الاهلي وحشه. هتقول لي طب ما تعاملوا معامله عصام الحضري. لا، عصام الحضري ادى للاهلي اكتر ما ابراهيم سعيد ادى الاهلي. فانا شايف ان الناحيه الثانيه هيكون محمد عبد المنعم. لو مختلف معايا مش مشكله، اكتب لي برده في الكومنتات. ناحيه الشمال كان فيه صراع ما بين اتنين، بس طبعا اللي كسب الصراع ده مين؟ بالظبط زي ما انت ما قلت كده، علي معلول. هو علي معلول اللي كسب الصراع ما بينه وما بين اللعيب التاني اللي انا هحطه في السبعه الاحتياطي اللي بقولهم اخر كل فيديو. هلعب 4-4-2. 4-4-2 او بمعنى صح 4-2-2-2. تمام. الاتنين اللي في نص الملعب مين؟ الحسامين، حسام عاشور وحسام غالي. اعتقد نص الملعب ده محدش هيختلف معايا فيه. طبعا ناحيه اليمين هيكون مين؟ الزئبقي الكوت محمد بركات. ناحيه الشمال طبعا هيكون مين؟ امير القلوب محمد ابو تريكه. طيب مين الاثنين المهاجمين؟ الاثنين المهاجمين بصراحه كنت محتار ما بين ثلاثه قوي. اخترت منهم اتنين وحطيت التالت طبعا في الاحتياطي، لسه الاحتياطيه اللي هقولها لك اخر الفيديو. الاثنين اللي اخترتهم عماد متعب وحسام حسن. هتقول لي حسام حسن لعب في الاهلي تقريبا في 30 سنه دول 5 سنين بس حسام حسن حتى لو 5 سنين بس هو حسام حسن مهما كان طالما لعب في فرقه لازم يتحط في التشكيله التاريخيه بتاعتها. هنروح على الليسته الاحتياطيه. في الليسته الاحتياطيه اخترت الحارس الاحتياطي طبعا هو مين؟ محمد الشناوي. انا عارف ان انتم مش مختلفين معايا في النقطه دي. طيب هاجي بعد كده حطيت مين مساك احتياطي؟ حطيت شادي محمد. برضو في ناحيه الليسته هتقول لي يا عم ما حطيتش ابراهيم سعيد؟ لا، حطيت شادي محمد. انا وجهه نظري ابراهيم سعيد ما يتحطش في تشكيله تاريخيه للنادي الاهلي. حطيت شادي محمد. على فكره مش عشان ابراهيم سعيد وحش او حاجه، بس انا شايف ان ابراهيم سعيد ما اداش الاهلي القدر الكافي اللي كان يقدر يديه، عكس عصام الحضري. عصام الحضري ادى الاهلي كتير. المهم حطيت شادي محمد كابتن من الكباتن التاريخيه للنادي الاهلي. ناحيه الشمال طبعا حطيت احتياطي لعلي معلول، حطيت جilberto. في نص الملعب حطيت لهم احتياطي بره طبعا محمد شوقي ده حدث ولا حرج طبعا عنه. قدام حطيت 3 بدلة. لمين هم بقى؟ اولا وليد سليمان. التاني اللي انا هتشتم عليه انا عارف، عبد الله السعيد. بس انا لازم عبد الله السعيد يتحط برضه في التشكيله التاريخيه للنادي الاهلي. عبد الله شال بلاوي كتير قوي هو وليد بعد جيل ابو تريكه. بعد الحقبه دي بتاعت ابو تريكه وليد وعبد الله شالوا كتير قوي، فكان لازم يتحطوا حتى لو كان عبد الله ما كملش. وقدام المهاجم اللي انا كنت بقول لكم الثلاثه اللي كنت محتار بينهم هو التالت بتاعهم طبعا فلافيو برضه لازم يتحط. لو في تشكيله هتتحط تاريخيه للنادي الاهلي في اخر 30 سنه لازم فلافيو يتحط. كان عارف مين هيتحط مع كمان اساسي لو كان كمل؟ اسامه ابو علي، بس هو ما كملش وعشان كده ما يستاهلش حتى ان هو يتحط معانا في التشكيله دي. انا كده خلصت. لو انت متفق معايا في التشكيل قول لي في الكومنتات، مختلف معايا قول لي برضه في الكومنتات، في حد انا احطه احتياطي لازم يلعب اساسي برضه قول لي في الكومنتات، ونتناقش مع بعض ونشوف مين فينا اللي صح. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.